السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم النهارده بوصفة جديدة من تركيا، وهي البيدا التركي. البيدا التركي من اشهر المعجنات اللي موجودة في تركيا، وانا شخصيا بحبها جدا يعني. طعم وشكل وريحة، كل حاجة فيها رهيبة صراحة. ان شاء الله هنفذها معاكم النهاردة بتكنيك بسيط، يا رب ان شاء الله تقدروا ان انتوا تنفذوه. انا هدخل في الوصفة لان فيها تفاصيل كتير عشان ما اطولش الفيديو عليكم. انا هنزل في طبق كبير بخمس كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدام. هحط عليهم معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلب كل الخامات الدراي عندي كده مع بعض تقليبة كويسة، وبعدين هعمل كده حفرة كده في النص. وهجيب نص كاسة من زيت الزيتون او زيت الذرة المتوفر. انا حطيت زيت ذرة، تمام. كمان معايا كاستين من المية الدافية، انا مش هستخدمهم كلهم، انا هنزل شوية شوية، ودي اهم خطوة في البيضة ان هي تطلع ناجحة معانا. هعجن شوية كده واحس ان هي يعني شوية منعكشة، بس ما نقلقش، هننزل بشوية تاني من المية ونعجن تاني. انا مستخدمتش الكوبايتين كلهم، وارد ان انتوا تستخدموهم وارد لا، لازم يبقى في سنس كده واحنا بنعجن. هنحس ان العجينه بدات تنقم معانا، وكمان فيها سنه تلزيق، بس لما آه اخدها كده على ايدي حته صغيره واكورها كده، احس ان هي بتتكور معايا، يبقى كده العجينه في مراحلها الناجحه. هجيب معلقه من زيت الزيتون وابتدي اعجن فيها كده والم، اعجن والم، تمام. معلقة كمان لا يمنع لحد ما احس ان العجين بدأ يعني ما يلزقش في الطبق اللي انا بعجن فيه. اما نحس ان خلاص هي بدأت كلها تنعم، وطبعا لو في عجين هيسهل الموضوع، بس انا بتعامل مع الموضوع بتكنيك عادي خالص، ان اللي ما عندهوش عجينة يقدر يعملها. خلاص كده نعمت وخلاص مفيش ولا بقايا للعجين في الطبق، خلاص يبقى كده تمام. بلمها واحط عليها معلقة زيت واغطيها واحطها في مكان دافي لمدة ربع ساعة. بتخمر بالشكل اللي شفتوه، بطلعها تاني وانزل على السطح بتاعي مرشوش دقيق كده، واعجن فيها من 8 دقايق ل 10 دقايق تقريبا يعني. نعجن كويس لحد ما نحس انها خلاص مفيش تلزيق والعجينه ناعمه وسوفت قوي. هبتدي اقطعها الى 6 قطع، كل قطعه تقريبا بالميزان حوالي 175 جرام. هعملها كورة كده، وأكون رشة دقيق تحت وفوق، وأحط عليها فوطة وأركنها تاني تخمر لمدة 10 دقايق على ما أجهز الحشوة. أشهر حشوة اللي هي باللحمة، هي شبيهة شوية بالصفيحة اللبناني، بس برضو تكنيكها مختلف. هنزل بنص كيلو لحمة مفرومة، عليهم كوباية كبيرة من البصل المفروم، كوباية كبيرة من الفلفل البابريكا، قرن فلفل حار لا يمنع، كمان طماطمية كبيرة، ومعلقتين من صلصة الطماطم. والبهارات مش هحط غير ملح وفلفل وبابريكا. معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة كبيرة من البابريكا الحلوة أو المدخنة، الاتنين حلوين. عشان طعم اللحمة يبقى ظاهر عندنا، وكمان الخضروات اللي موجودين فيها. باجي بقى على السطح بتاعنا، ارش دقيق وابتدي افردها كده تقريبا حوالي 50 سنتي. لازم تكون رفيعة قوي يعني، يكاد يكون ما تكملش ملي يعني. بعد كده بجيب الشوكة بتاعتي واعمل فيها، خرم فيها كده عشان ما تعلاش اثناء الخبز. والجوانب بتاعتنا مش هحط الحشو لحد الجانب، لا، بسيب الاطراف فيها حوالي سنتي سنتي ونص، عشان لما اجي اشكلها او ان انا المها من الجنب كده تتلم معايا من الاطراف. بضغط الاتنين على بعض زي ما انتم شايفين كده في الفيديو بتاعنا. هبتدي بقى اجمع الجنب كده لحد ما تاخد شكل القارب. بقى ده شكلها. بكون مجهزة صفار بيض، وابتدي ادهن كده الاطراف. اللي مش بيحب الزفارة عشان البيض بنحط زيت زيتون، ده بيدي سنة قرمشة. ويا سلام بقى على التركات المصرية لما نحط بقى شوية كده من حبة البركة، شوية من السمسم. هم بيقدموها من غير، وفي أحيانا مطاعم بتقدمها بيه، بس بيه بصراحة بتبقى مختلفة وجديدة يعني.
انا شكلت كده واحدة كمان عشان اوريكم بتتعمل ازاي ويبقى الموضوع سهل عليكم. اهو حطيت الحشوة بتاعتي في النص وبضغط عليها، وطبعا احنا كنا حاطين على ورق زبدة عشان ما تلزقش، ويا ريت يكون كمان مدهون بشوية من الزيت، مسح الزيت. وهاجي على الطرف اهو من تحت واطبقهم على بعض، وبعدين ابتدي الم الجوانب، وبعدين ادهن الزيت او البيض، وارش بقى شويه من حبه البركه والسمسم، ممكن نحط شويه من الاورجانو. عملت كمان واحده حطيت جبنه موتزاريلا، في حطيت فيها زيتون، في حطيت عليها فلفل الوبينو. يعني حسب تستنا بنجهزها وندخلها على فرن 180 درجة من 10 دقايق ل12 دقيقة تقريبا، وبتطلع بالجمال والطعامة اللي انتوا شايفينها دي. اتمنى يا رب تكون وصفة النهاردة سهلة وتقدروا تنفذوها. ممكن تغيروا تحطوا فراخ بقى، بطاطس، سبانخ، حسب ذوقكم. دي كانت البيضة التركي، سهلة ولذيذة. اتمنى تدعموني بالسبسكرايب واللايك والشير، والسلام عليكم.